ونجوم كتير وكمان فنانين، وممكن كمان ناس عاديين جدا دلوقتي بقوا شاطرين جدا في ان هم يعملوا ميك اب بيخليهم شبه تماما فنانين كتير. وطبعا بيعملوا ليبسينج مع سواء مشهد تمثيلي او اغنيه او غيره. دلوقتي هنشوف الفنانه مريهان حسين وهي عامله الميك اب مخليها، هتشوف دلوقتي معانا. دلوقتي مريهان حسين عامله لنا شخصيه مين؟ والفنان رامي صبري نشر كواليس كتير لحفله الأخير بالسعودية، وسط طبعا كل محبيه ومتابعيه واللي كانوا طبعا الحضور الكتير اللي كان موجود في الحفلة. غنى أغاني كتير سواء من أغانيه الجديدة أو كمان القديم. ورقصة الكلاكات نجوم عالميين كتير جدا شفناهم خاصة من منتصف القرن الماضي في أفلام سواء أبيض وأسود أو ألوان. نجوم زي جون كيلي وغيرهم وغيره كتير جدا. وكمان في مصر زي الفنانة فيروز، الفنانة طبعا هي وقتها كانت صغيرة، وطبعا كانت بتقلد نجوم كتير جدا، ومن ضمن الرقصات اللي كانت بتقلدها وكانت بتتقنها جدا رقصة الكلاكات. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم على المسرح بكل دقة وإتقان ومزج ما بين الموسيقى والإيقاع والرقصة نفسها والحركات، وبهجة ومتعة كبيرة جدا هتشوفوها مع حضراتكم. هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم في رقصة الكلاكات.
روعة طبعا في الأداء والإتقان والمزج الشديد جدا ما بين الحركات الراقصة والإيقاع وكمان الألعاب اللي هم لعبوها. وهنشوف دلوقتي مع حضراتكم طبعا التليج بيكون يعني مغري جدا لكتير جدا من الرياضيين اللي هم بيكونوا متمرنين على التليج، ولكن لما نشوف ده من أطفال وما زالوا كمان رضع، هنشوف دلوقتي مع حضراتكم ازاي مستمتعين وكمان متألقين في لعبهم على الجليد. وعالم الألوان عالم بديع، عالم مبهج. لما بنشوف الألوان بنستشعر طاقة كل لون. اللون الأزرق بنحس إن هو بيدينا طاقة اطمئنان وأمان، عشان كده وسكون وسكينة وهدوء. عشان كده لما بنبقى قدام مية البحر وبنفضل نتأمل فيها مع لون السماء بنستشعر قدر كبير جدا من الراحة النفسية. اللون الأخضر لون النماء، لون الخضار طبعا لون الزرع بيحسسنا بالثبات والتأصل والتجذر في الأرض. لون بيدي ثقة شديدة جدا، وغيرها كمان من الألوان اللي كل لون له مش بس دلالة، له كمان طاقة معينة بيبثها جوانا. هنشوف دلوقتي الألوان ومزجها مع المية، وفي وجود كمان أشكال زي الكواكب، إزاي الأشكال دي بتبان كأن مع التصوير كأن الشكل ده حقيقي عن طريق المزج ما بين الألوان والمية.
عالم الألوان عالم ساحر، ولسه معاكم في عالم الألوان، وهنشوف دلوقتي برضو بكم من الألوان ولكن على أوراق كرتونية إزاي ممكن يتعمل منها شكل جمالي وزخرفي وفي نفس الوقت ما يبانش خالص إن هو من عالم الورق. ومن جمال الألوان لجمال اللحن والأنغام، وده اللي هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم، مزج ما بين الساكسفون وكمان الكمان لموسيقى مشهورة جدا، كالم داون.
ومن المتعة مع عالم الموسيقى لعالم الطيران. ونوادي العلوم على مستوى العالم بيبقى فيها نادي للطيران لصناعة الطيارات. ممكن الأطفال يبدأوا بهياكل صغيرة جدا لغاية ما يوصلوا لأشكال كبيرة، وده كان كمان موجود في مصر في نوادي العلوم المختلفة، وممكن دلوقتي يكون موجود في جامعات الطفل على مستوى الجمهورية. وهنشوف دلوقتي مع حضراتكم شابين نفذوا وطبقوا هيكل معين لطيارة، نموذج معين، وبالفعل كمان طاروا بيه. بيفكرونا بالأخوين رايت، وأول نموذج طيارة طار بالفعل، ومن بعدها بقى الطيران على مستوى العالم. وهنشوف دلوقتي مع حضراتكم مشاهدينا رسالة تحفيزية من أحد المحفزين ومؤلفين في مجال التطوير الذاتي، هو أمريكي كندي الأصل، ومعانا رسالته دلوقتي هيكلمنا فيها عن معيقات كتيرة جدا للنجاح، بس هو شايف أهمهم 3 معيقات للنجاح. معانا دلوقتي رسالة براين تراس. The biggest enemy of success, I would say there's probably 3 enemies of success. Yeah. The first big enemy is the comfort zone. The comfort zone is where people become comfortable doing what they're doing and they don't like to change. 80% of the population finds reasons not to change, even if the change can be positive or beneficial. The second thing that holds people back is what is called learned helplessness. This is where people feel, I can't do it. I cannot make a change because
of the economy, because of the world, are always thinking about excuses or reasons why they cannot change, why they cannot do something new or different. And the third enemy is what we call the path of least resistance, which is always looking for an easy way to achieve a result. But nothing worthwhile can be achieved easily. كتير بنكون عايزين ان احنا نتغير ونروح لحاجة احنا بنتمناها، ولكن ما بنكونش واخدين بالنا ان معيق كبير جدا لهذا التغير والتحرك هي منطقة الراحة اللي بنكون فيها. احنا بنكون فاكرين ان دي الحال اللي احنا عايزين نغيره، مش عارفين ان احنا خلاص اتعودنا على وجودنا في هذه المنطقة، حتى لو مش عجبانا فهي مسألة تعود. الانسان بيبقى عايز ان هو يقتحم هذه المنطقة ويخرج منها ويشوف أبعاد أخرى، حتى لو هيحس في بدايتها إن هو مش متعود ومش مرتاح لأن هي مش دي منطقة راحته، بس بعد كده هتبقى منطقة لراحة جديدة. وكمان وقتها لازم برضو يبتدي يشتغل على نفسه أكتر لغاية كمان ما يطلع منها. وزي ما شفنا السبب التاني كمان العجز المكتسب، اللي هو الواحد طول الوقت عمال كأنه بيحفظ نفسه، أصل الظروف، أصل الناس، أصل المواقف اللي بتعرض لها، أصل محدش مقدر اللي بعمله، وهكذا. أعذار طول الوقت بقت مكتسبة وبتخلي العجز طول الوقت مكتسب. لو الواحد شال من دماغه تماما كل هذه الأعذار وحط في دماغه ان هو لازم يتحرك ولازم يغير في ذاته لحاجات هو شايفها الأفضل أو اللي تناسبه أكتر، وقتها كل الأعذار دي هتتلاشى من قدامه. وكمان النقطة الثالثة اللي شفناها معاه وهي الاستسهال. ناس كتير جدا عايزة تغير حالها، عايزة حاجات بتتمناها، ولكن مش عايزة ان هي تخوض في حاجات ما تعرفهاش، ما شافتهاش قبل كده، خايفة من انتقادات، حاجات كتير جدا ممكن بتعوقها وشايفة ان هي دي مش الطريق السهل. ولكن لو الانسان سهلها على نفسه وشاف الحاجات دي كلها اللي ممكن يتعرض لها ان هي سهلة ومش صعبة، وبتعود على انه بيمر بيها، وقتها هيبقى فعلا اختار طريق كان صعب في اوله بس هو بإرادته سهله. والمقولة اللي معانا دلوقتي هتبقى على الشاشة كمان بتؤكد نفس المعنى ده، وهي بتقول: إذا لم تتحلوا بالشجاعة فاحذفوا نصف أمنياتكم. صحيح، يعني جملة قصيرة جدا ولكن معناها عميق جدا. مفيش حد بيحقق الأماني كده بالتمني، كل المطالب الإنسان مش بيحققها بس بالتمني، ولكن فعلا مسألة إنها بتؤخذ الدنيا غلابة، بس مش طبعا ان انا يعني افتري على حد او افتري حتى على نفسي، ولكن اتشجع اطلع من مناطق كتيرة جدا انا فاكرها ان دي اللي المفروض اكون مستقر فيها، دي منطقة راحتي، والتغيير يجي لي لحد عندي. لا طبعا الانسان محتاج ان هو يتشجع اكتر، يقتحم مجالات اكتر، يفهم نفسه ويطور نفسه اكتر، يرتقي بذاته. كل ده محتاج شجاعة كبيرة جدا، حتى بالاعتراف بحاجات كتير جواه كان محتاج يشتغل عليها، محتاج يغفر فيها لنفسه وللآخرين، محتاج فيها يسامح نفسه، يعتذر حتى لنفسه ويشكرها طول الوقت على حاجات كمان هي واقفة بقوة معاه، ويسند كمان نفسه دي اللي طول الوقت عمال ممكن يبقى بيجلدها أو بيلومها في مسألة جلد الذات وهكذا، وياخد بإيديها لغاية ما يوصلها لكل حاجة هي بتتمناه عن طريق إن هو بيحبها معظم الوقت، قابل ذاته معظم الوقت، وفي سبيله كمان للتغيير بمنتهى الشجاعة. وإلا نصف الحاجات كتير جدا من اللي بيتمناها خلاص يشيلها من دماغه. مشاهدينا، نتمنى كل فقراتنا تكون نالت إعجاب حضراتكم، مستنيينكم في أسابيع تانية كتير. وكايرو تيوب، باي باي.